تخيل كده إنك صحيت الصبح، لقيت كل خططك للمستقبل بتنهار. أسعار بتتضاعف، الأخبار كلها سواد، حتى شغلك بقى مهدد. إحساس بالخوف والقلق والعجز بيبدأ يهجم عليك. ده بالظبط الشعور اللي ممكن يكون موجود عند ناس موجودة بينا دلوقتي. المشكلة إن الحروب والأزمات الاقتصادية والمشاكل السياسية دي حاجات بتمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. بس المشكلة الأكبر إن كل ده مش بإيدينا نغيره، وساعتها بتلاقي عقلك بيدخل في حالة من الشلل أو القلق الدايم. واللي هنحاول نتعلمه النهارده هو ازاي تقدر تنجو بعقلك لما الواقع يقرر يهد كل اللي انت كنت بتبنيه، وازاي تقدر تحافظ على سلامك النفسي وانت بتتابع اخبار سيئه مش بتخلص. في علم النفس في تمرين بسيط اسمه دوائر السيطره. بيقولك تخيل دايرتين جوا بعض. الدايره الكبيره هي دايره الاهتمام، وفيها كل الحاجات اللي بتشغلك بس مش في ايدك، زي سعر الصرف، ازمات الطاقه، قرارات الحكومه، واخبار الحروب. والدايرة اللي جوه هي دايرة السيطرة، ودي الحاجات اللي انت تقدر تغيرها فعلا: وقتك، مهاراتك، مصاريفك، رد فعلك، وقراراتك. المشكلة ان اغلب الناس عايشة في الدايرة الغلط، وانك بتحرق 90% من طاقتك الذهنية في الدايرة اللي بره. بتقعد تحلل، تقلق، وتشتكي من حاجات مش هتقدر تغيرها، وما بتعملش اي حاجة في الدايرة اللي جوه اللي هي حياتك انت. اول خطوة المفروض تعملها هي انك تنقل تركيزك للدايرة بتاعتك وتشوف ايه اللي في ايدك عشان تحسن وضعك. عايزك تفهم إن في فرق بين الاستسلام والتكيف. الاستسلام يعني ترفع الراية البيضاء وتوقف سعي، أما التكيف هو إنك توطي شوية عشان تعدي العاصفة من غير ما تتكسر وترجع تقف تاني قوي زي ما كنت. دخلك اتأثر، حاول تتعلم مهارة تفتح لك باب رزق جديد. الأسعار غليت، عيد ترتيب أولوياتك. هو ده الذكاء، إنك تدور على فتحة في الحيطة السد اللي فجأة لقيتها قدامك. عايز أقول لك إن يمكن الجيل بتاعنا ده هو أكتر جيل عاصر أكبر قدر من الكوارث والمصايب في حياته. ومش كده وبس، لأ، ده إحنا كمان جيل بيتابع الكوارث والمصايب دي لايف، لحظة بلحظة. وده كتير الصراحة، فلو فضلت متابع كل اللي بيحصل دماغك هتتعب. حدد وقت معين تتابع فيه الأخبار، بلاش تقعد تسكرول في الفيديوهات اللي بتنشر طاقة سلبية. حاول تخلي أول ساعة وآخر ساعة في يومك بعيدة عن الأخبار والموبايل. الإنسان من وقت للتاني بيحتاج يهرب من المشاكل لجزيرة بعيدة عشان يشحن طاقته مرة تانية. الجزيرة دي ممكن تكون ناس بتفهمك وترتاح لما بتقعد معاهم، مكان بيريحك، حاجة بتحب تعملها. ده مش هروب، ده شحن طاقة. حاول كمان إنك تعمل أي إنجاز في حياتك مهما كان بسيط، ده هيديك إحساس إنك لسه مسيطر على جزء من حياتك. وتعلم حاجات جديدة. مفيش حاجة بتدي أمل قد فكرة إنك هتكون بكرة أحسن. في الأزمات والظروف الصعبة ما تبصش بعيد قوي عشان ما تتعبش. احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل السنة الجاية. ركز في الخطوة اللي جاية بس، امشي خطوة خطوة. الواقع ممكن ما يكونش بإيدك تغيره، لكن ازاي تتعامل معاه ده قرارك لوحدك. اللي بيعدي من الأزمات مش الأقوى ولكن الأكثر مرونة. وبس كده، أحب أسمع منك في التعليقات إيه أكتر حاجة بتأثر عليك دلوقتي ومش بإيدك تغيرها، وإزاي أنت قادر تتعامل معاها. دعواتنا جميعا إن ربنا يعدي الأزمة دي على خير ويحفظ بلادنا وأهلنا ويرزقنا السكينة وحسن التدبير. لو حسيت إن الكلمتين دول ممكن يطمنوا حد أو يدوله دفعة لقدام، شارك الفيديو ده معاه، ونتقابل قريب إن شاء الله.